قعدنا في الفيديو ده مع شرح الدوائر الرئيسيه اللي موجوده في ماذر بورد بايوستار ام سي بي 6 بي ام 2 بلس. هنا طبعا مش متوفر معانا السكيماتيك دايجرام او المخطط الخاص بالماذر بورد دي، فهنشتغل على ملفات الداتا شيت الخاصه بالمكونات الالكترونيه اللي موجوده في الدوائر الرئيسيه في الماذر بورد. هنا طبعا دي صوره ريزوليوشن عالي للماذر بورد. هنا طبعا المكونات الخاصه بدايره الرامات اللي موجوده جنب الاثنين سلوت اللي بيتركب فيهم الرامات. سلوتات طبعا بيبقى محفور عليها الفولت بتاع التشغيل 1.8 فولت اللي هو فرق الجهد الخاص بتيار تغذيه الرامات الدي دي رام 2. وعندي هنا اول مكون اللي هو البي دبليو ام كنترولر اف بي 6321 اي، ده اللي بيشغل الترانزستورات اللي موجوده في دايره الرامات عشان تطلع تيار كهربي لفرق الجهد اللي هو 1.8 يشغل الرامات الدي دي رام 2. يعني البي دبليو ام كنترولر الرئيسي شغل 2 ترانزستور يطلعوا تيار كهربي لفرق جهد 1.8 فولت علشان يشغل الرامات الدي دي رام 2 لما تركبها في السلوتات هنا. وعندي هنا ريجوليتور في دايره الرامات برضه اللي هو الاف بي 6137 اي، ده هنشوف مهمته برضه دلوقتي من ملف الداتا شيت الخاصه بيه. بس في الاول هنستعرض ملف الداتا شيت الخاص بالبي دبليو ام كنترولر اللي هو بيتحكم او بيشغل الترانزستورات اللي موجوده في دايره الرامات. هو اسمه اف بي 6321، هو سينكرونس باك بي دبليو ام دي سي داش دي سي كنترولر. هنا البن اساينمنت او ترتيب الاطراف، عندي البن رقم 5 اللي هي البي سي سي بياخد منها فولت التغذيه اللي هو فرق الجهد الخاص بتشغيل الاي سي نفسه، وبيطلع موجات كهربائيه من البن رقم 2 ورقم 4 اللي هما اليو جيت والال جيت علشان يشغل بوابات الترانزستورات اللي موجوده في الدايره. هنا طبعا دي رسم توضيحي لدايره نموذجيه الاي سي بيبقى موجود فيها، بما ان مش معانا المخطط يعني. بياخد طبعا تيار تغذيه من البن رقم 5 فيشغل يطلع منه موجات من اليو جيت تشغل بوابه الترانزستور الاول، وموجات من البن رقم 4 اللي هي ال جيت تشغل بوابه الترانزستور الثاني. فطبعا بيمر تيار من فوق يعدي على الدرين ويطلع من السورس في الترانزستور الاول ويطلع فرق الجهد الخاص بتغذيه الرامات. اما الترانزستور الثاني فالسورس اللي هو المصدر بتاعه بيبقى مربوط على الارضي، فبنقيس من على الدرين اللي هو المصاب فرق الجهد الخاص بتغذيه الرامات. عندي هنا ده الترانزستور اللي موجود في الدايره، الموديل بتاعه وترتيب الاطراف بتاعته غالبا بيبقى جي دي اس، بوابه وبعدين مصاب وبعدين مصدر، وغالبا الترانزستورات دي كلها بتبقى ان تشانل. لما بتيجي موجه كهربائيه على البوابه بتشتغل فتمرر التيار من الدرين للسورس ويطلع من السورس يعني تيار كهربي لفرق الجهد الخاص بتغذيه الرامات. ولو السورس طبعا مربوط بنقطه ارضي يبقى فرق الجهد هيطلع من الدرين، عشان لو انت بتقيس بجهاز المالتيميتر تحط الطرف الاحمر على اي طرف بالظبط تبقى عارف يعني. هنا عندي طبعا ده ترمينيشن ريجوليتور اللي هو الاف بي 6137 اي. هنا البين اساينمنت الخاصه بتاعته، بيشتغل طبعا من البن رقم 6 اللي هي بي سي ان تي ال، وبعدين بياخد تيار من البن اللي اسمها في ان ويطلعه من البي اوت. هنا طبعا اول حاجه تيار بيجي له من الفي سي ان تي ال اللي هي تعتبر زي بمثابه الفي سي سي، فيدخل له تيار اللي هو فرق الجهد الخاص بتغذيه الرامات، ممكن يبقى 1.5 او 1.8 او 2.5، ويطلع الفي اوت يعني 50% من فرق الجهد اللي داخله. يعني لو 1.5 يبقى 75%، لو 1.8 يبقى 9 فولت، لو 2.5 يبقى 1.25 فولت. يعني وظيفته هنا انه بيطلع فولت اسمه الفي تي تي، ده بيبقى مسؤول عن تغذيه الشيبسيت اللي موجوده على الرامات. يعني الرامات كده بتتغذى ب 2 فولت، واحد لتغذيه الرامات نفسها اللي هو بيبقى فرق الجهد الكبير بيبقى 2.5 او 1.8 او 1.5 فولت، والثاني بيبقى اسمه دي دي ار في تي تي، دوت بيبقى مخصص لتغذيه الشيبسيت اللي موجوده على الرامه، وبيبقى 50% من قيمه فرق الجهد اللي بيطلع من الترانزستورات تغذيه الرامات. وبنقيسه طبعا من على البن اللي هي بتخرج الفولت ده في الريجوليتور او منظم الجهد اللي موجود في دايره الرامات. هنيجي دلوقتي لدايره البروسيسور. عندي هنا اي سي الاي اس ال 6312، ده البي دبليو ام كنترولر اللي موجود في دايره البروسيسور، اللي بيشغل بوابات الترانزستورات اللي موجوده في دايره البروسيسور علشان تبدا تطلع فرق الجهد الخاص بتيار تغذيه البروسيسور اللي هو بنسميه الفي كور او الفي سي سي كور او السي بي يو كور. هنا واضح قدامي طبعا الترانزستورات اللي موجوده في دايره البروسيسور بتبقى موجوده دايما جنب قاعده البروسيسور، سواء البروسيسور ده اي ام دي او انتل.
هي الدوائر بتبقى متشابهه في طريقه عملها، وبيبقى دايما موجود معاك مجموعه ملفات ومكثفات لتنعيم التيار اللي داخل البروسيسور. هنبدا دلوقتي نشوف موديل البروسيسور. طبعا هو اي ام دي، وهنا واضح جدا البي دبليو ام كنترولر المكان بتاعه، والترانزستورات المحيطه بالبروسيسور اللي بتطلع فرق الجهد اللي هو الفي كور الخاص بتغذيه البروسيسور. قلنا دايما ان هو بيبقى تقريبا من 8 من 10 فولت لحد 1.4 فولت على حسب نوع البروسيسور. هنا ملفات الداتا شيت الخاصه بالمكونات الالكترونيه الموجوده في دايره البروسيسور. اول مكون عندي الاي اس ال 6312 من انتاج شركه انترسيل، هو طبعا باك بي دبليو ام كنترولر، بيبقى جواه انتجريتد موسفيت درايفرز اللي هي طبعا عشان تشغيل بوابات الترانزستورات اللي موجوده في دايره البروسيسور. هنا طبعا دي البين كونفيجريشن الخاصه بيه، ترتيب الاطراف. بتشوف طبعا فين الاطراف اللي اسمها يو جيت وال جيت، هي دي الاطراف اللي بتغذي او اللي بتشغل بوابات الترانزستورات. بس احنا طبعا لما بنيجي نختبر الدايره بنختبرها من على الترانزستورات، لان الاي سي ده بيبقى الاطراف يعني المسافه ما بينها ضيقه جدا. هو طبعا بياخد فرق الجهد الخاص بتشغيله من البن اللي اسمها في سي سي، ويبدا يطلع نبضات من اليو جيت والال جيت عشان تشغل بوابات الترانزستورات. فالترانزستورات تبدا تاخد فرق جهد او تيار من فوق من الدرين ويطلع من السورس على هيئه فرق جهد لتغذيه البروسيسور. طبعا لما يبقى السورس مربوط على الارض زي حاله الترانزستور الثاني ده، ففرق الجهد الخاص بتغذيه البروسيسور بيطلع من الدرين ويروح على اللود اللي هو البروسيسور في الحاله دي. يعني انت لما تيجي تقيس بتقيس مره من على ترانزستور من على السورس الخاص بيه عشان تشوف فرق الجهد اللي طالع، والترانزستور الثاني بيبقى مربوط على السورس بتاعه بيبقى مربوط على الارض فبتقيس من على الدرين. يعني مره بتقيس ترانزستور في ترانزستورات بتتقاس من على السورس اللي هو الطرف اللي هو الاس ده اللي بيبقى الترانزستور ساعتها بيبقى طرف الاس بتاعه مش مربوط على الارضي. اما الاطراف اللي بتبقى مربوطه على الارضي بتبقى باينه طبعا في المخطط لو موجود معاك. انما عموما لو انت مشغل البورده وبتقيس فولتيات، لو الترانزستور ما لقيتش فرق الجهد الخاص بتغذيه البروسيسور على السورس تبدا تقيس على الدرين، لان قلنا ساعتها السورس بيبقى مربوط على الارض. هنا طبعا ده الترانزستور من الترانزستورات اللي موجوده في دايره البروسيسور. واضح طبعا ترتيب الاطراف، فين البوابه اللي هي الجيت وفين الدرين وفين السورس. بن رقم 1 طبعا هي الجيت، و2 هي الدرين، و3 هي السورس. وده زي ما قلنا اغلب ترتيب الاطراف في معظم الان تشانل موسفيت. هنا برضو عندي نوع ثاني من الترانزستورات، لان كتير دايره البروسيسور بيبقى فيها دايما موديلين اثنين. واضح طبعا ان نفس ترتيب الاطراف جي ودي واس، وهي طبعا نفس طريقه القياس. بتحط طرف المالتي ميتر الاحمر على السورس عشان تشوف فرق الجهد الخاص بتغذيه البروسيسور طالع ولا لا. لو ما لقيتوش على السورس يبقى معناها السورس ده مربوط على الارض، تحطه على الدرين علشان تشوف فرق الجهد الخاص بتغذيه البروسيسور طالع ولا لا. ولو ما كانش طالع طبعا يبقى معناها ممكن الترانزستور يكون تالف او البي دبليو ام كنترولر نفسه يكون تالف.